السلام عليكم. هنعمل لكم احلى نجرسكو دجاج ممكن تاكلوه في حياتكم، ألذ من بتاع المطعم كمان. بس لو لسه مش مشترك في القناة ادخل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت ما تنساش لايك وشير لو عجبك الفيديو. نجرسكو الدجاج ده من الاكلات اللي معظمنا بيحب يشتريها من بره، عشان بيقول في المطعم تبقى افضل ما احنا بنعملها في البيت، ولكن ده مش حقيقي. الحقيقي ان احنا نعمل الوصفة مظبوطة تطلع معانا احسن من المطعم كمان. يا ريت تركزوا في تفاصيل الوصفة وتجربوها، لان انا وانا بعمل الوصفة تقريبا كلت معظم الوصفة وانا بجهز فيها، سواء البشاميل من حلاوته، بجد بأمانة والله انا كلت معظم البشاميل وانا بشغل فيه، ومعظم الدجاج من حلاوته. جربوا واكتبوا لي في التعليقات، اكتبوا لي كمان اللي الوصفة مش عاجباكم، ولكن جربوا. مية مغلية ونحط فيها معلقة ملح، ونحط كمان شوية زيت بحيث السباكيتي بتاعنا ما يلزقش في بعضه. ونحط معانا كيس مكرونة سباكيتي، ده للي بحب نجرسكو بالسباكيتي. اللي عايزة بأي نوع مكرونة تاني كل واحد على حسب ما هو بيحب ايه. أهم حاجة نحاول إن السباكيتي ما يلزقش في بعضه، يعني كل شوية كده ايه نقلبه تقليبة بسيطة. هيحتاج معانا ايه النجرسكو عشان نجهز له، على بال ما المكرونة بتاعتنا تستوي ونسيب فيها ناقصة سوا شوية، يعني نخليها تقريبا السوا بتاعها 90%، عشان لما تخش الفرن هيكمل السوا بتاعها. النجريسكو ناس كتير بتعملها بطرق مختلفة. أنا هنا جبت معايا مشروم، 3 قطع من المشروم، وفلفل ألوان أصفر، وفلفل ألوان أحمر، وفلفل ألوان أخضر، وقرن فلفل حار واحد، و4 فص توم، وبصلة متوسطة. وهبدأ أقطع ده كله شرايح طولية كده، بحيث منها تديني الشكل وفي نفس الوقت تديني الطعم. واهم حاجه ما تكونش سميكه قوي القطعه بتاعتي، بحيث ايه يبقى السوا بتاعها ممتاز. طبعا انا قطعت المشروم والفلفل الاصفر والفلفل الاحمر والاخضر، اقطع البصل والثوم. مش هقطعه الثوم، يعني لو اقدر ابشره هبشره، لو اقدر يعني احاول ان انا اصغر الثوم شويه. طبعا انا قطعت الخضار بتاعي الاول على البلانشه، بحيث ان البلانشه ما اقطعش عليها الفراخ وبعد كده اقطع عليها الخضار. قطعت الخضار بتاعي وبعد كده جبت الدجاج وقطعت الدجاج بتاعي واحطه في طبق، وهنزل عليه بالثوم. دول 4 5 فصوص من التوم. يا ريت تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا جدا فوق الخيال. أنا فعلا أكلت معظم الوصفة قبل ما أحضرها، يعني يا دوبك كل ما حاجة تستوي آكل نصها. أنا بدوق بلاقيها كويسة جدا باكل، يعني بتيجي معايا كده. معلقة من ربع معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل الأبيض، بس معلقة من الفلفل الأبيض صغيرة، ده كله على صدر الدجاج. معلقة من الفلفل الأبيض صغيرة، وربع معلقة من الكمون، وربع معلقة من الكزبرة. وكان الله يبقى الله. شكرا، مش عايز منكم حاجة تاني. وبعد كده طبعا فصين التوم ومعلقة الصلصة، وهننزل قطعة من الزبدة في الزيت، قطعة من الزبدة، وننزل على الدجاج. الدجاج ده يا جماعة شفت أنا فرشته كده وبسيبه ياخد صدمة من تحت، وبعد كده أحاول أقلبه. مش عايزكوا يا ريت ما تقلبوش كله في بعضه بمعلقة كده، يعني لان لو قلبناه كله في بعضه كده هيبقى يعني ايه كأن الدجاج بالشوربة. فاحنا لازم نخليه ياخد الصدمة بحيث ما يبقاش في مية كتير، ونخلي النار عالية عليه. اهم حاجة ما نهديش النار. وبعد كده ما ياخد صدمة من هنا ومن هنا، ابدأ انزل بالمشروم، وبعد كده البصل، وبعد كده الخضار بتاعي. يا جماعة جربوا الوصفة دي ضروري، لازم تجربوها، واللي مش هيجربها يجي يدوقها عندي، تشرفوني يعني. وبعد كده انزل بالخضار بتاعي كله. طبعا انا نزلت الخضار والمشروم امتى؟ بعد تقريبا لما الفراخ استوت معايا نص سوا، تمام. وعقبال لما الخضار بتاعي يستوي هكون الدجاج بتاعي استوى كويس جدا. انا حطيت في الوصفة دي ايه بقى؟ حطيت فيها مكعب مرقة، مكعب واحد.
الصراحة الكاميرا ما جابتهوش أو أنا ما أخدتش بالي، بس أنا حطيت فيه مكعب مرقة. وده طبعا أنا وريتكم المكرونة بعد ما طلعتها، طلعتها وهي مستوية تقريبا 90%. وهبدأ هنا أجهز البشاميل. ركزوا في البشاميل بعد إذنكم، ركزوا في البشاميل، والبشاميل ده تستخدموه لأي وصفة بتحتاجوا فيها البشاميل. الزبدة أهم حاجة، الزبدة يا دوبك ما نسيبهاش تسخن مننا قوي لأن احنا مش حاطين زيت، فإيه هتتحرق معانا بسرعة. وأنزل بكوباية من الدقيق، وأقلب الدقيق لغاية لما يدي معايا اللون الذهبي اللي أنا عايزه، وأحاول أدعكه كويس بحيث ما يبقاش فيه تكتلات. وبعد كده أنزل أقلب فيه عشان ما يبقاش متماسك معايا وما يعملش إيه كلاكيع معايا. أقلب كويس، كل ما أحس إن هو بقى كويس هعديله شوية لبن تاني، ورقتين من اللورة. اللورة دي بعدين هنشتغلها قبل ما نخش في الوصفة بتاعتنا. واللي أنا حطيته دي مكعب مرقة تاني، ماشي، ونص معلقة فلفل أبيض، وخلاص مش هحط بهارات تاني. الحاجة الوحيدة بقى اللي أنا هحطها مع الفلفل الأبيض إيه يا جماعة؟ جوز الطيب، نص من دي جوز الطيب، وفي خمسة حبهان هفتحهم. الحبهان بتاعي هفتحه وافضي اللي جواه، وخلاص ما ارميش القشر بتاع الحبهان جوه الوصفة بتاعتي، يعني مش محتاجه أنا. والورق اللورا اللي أنا حطيته ده هخرجه تاني قبل ما أبدأ أعمل الإيه النجريسكو بتاعي. طبعا البشاميل بتاعي خلصان، طلعت منه ورق اللورا، تمام. واللي عايز يخلي ورق اللورا مش فيها مشكلة، مش هيحصل حاجة، ولكن أنا أفضل إن أنا إيه أشيله. طبعا دهنت الصينية بتاعتي داير ما يدور والجناب، وزودت شوية من تحت لأنها كانت قليل. البشاميل طبعا جه قليل معايا الصراحة شوية، لأن قلت لحضراتكم أكلت منه كتير من كتر طعمه الجميل. أتكلم بجد يعني، فعلا يعني أكلت منه كتير، والدجاج أكلت منه كتير، كان مشكلة يعني. عملت طبقة من الاسباجيتي بعد ما حطيت البشاميل، وبعدين حطيت الفراخ بتاعتي الباقية أو الدجاج بالخضار بتاعي اللي أنا سويته. وبعدين محتاج أنزل بإيه طبقة كمان من الجبنة موزاريلا، وبعد الجبنة الموزاريلا هنزل بطبقة من المكرونة اللي معايا الاسباجيتي، وبعد كده هنزل بقية كمية البشاميل اللي أنا دمرتها وأكلتها ما خليتش فيها غير نص كمية البشاميل. أنا بعد كده هعمل بشاميل في إيه تقريبا، يعني هجيب حلة كبيرة أعمل فيها بشاميل عشان تكفي الوصفة وتكفي الأكل بتاعي. وبعد كده هعمل جبنة موزاريلا تاني. وجات اللحظة الحاسمة، دخول الفرن وطلع من الفرن.